بينما كان بوروتو على وشك الموت، إذا بالقدر يلعب دوره من جديد في إنقاذ هذا الفتى. أين يتكلم جورا قائلا: أنت محظوظ كما أن السماء تريدك أن تعيش. ربما يكون هذا تدخل أحد الحكام. إذا هذه الكلمات التي قالها جورا ليست مجرد كلمات عادية قادمة من شرير، بل هو رجل لديه معرفة كبيرة. وبما أن هذا الفصل تكلم حول قدرات الشينجيتسو حول أوتسوتسوكي شيباي، فهناك نظرية تحوم في الأفق. ماذا لو كان أوتسوتسوكي شيباي هو من خطط لكل حياة بوروتو؟ وما العلاقة الموجودة بين الاثنين؟ ليش قرن بوروتو يشبه قرن شيباي أكثر بكثير من قرن أوتسوتسوكي موموشكي؟ كل هذه الأمور والتساؤلات سنفك الغموض حولها في هذا المقطع. ولكن يا رهيب، قبل ذلك أهلا بك في القناة إن كنت جديدا. اشترك يا رجل، نسبة الغير مشتركين كبيرة للغاية شباب. أريد دعمكم في هذه الفترة. إن لم تشترك فاشترك، لايك وتعليق، وليتس جو في هذا المقطع الأسطوري. في الفصل 13 من مانجا بوروتو دوامتان زرقاوتان، أو الفصل 93 من مانجا بوروتو، ظهرت قدرة خاصة كاشينكوجي الذي يعتبر حليف بوروتو الذي يعرف الكثير من الأمور، وذلك من خلال قدرته التي تمكن من إيقاظها، وهي قدرة زعيم عشيرة الأوتسوتسوكي أوتسوتسوكي شيباي، التي حصل عليها بعد أن تم زراعة خلايا شيباي من خلال آمادو داخله. ولما كان إذا كاشينكوجي على شفا حفرة من الموت خلال قتاله ضد إيشيكي، تمكن من إيقاظ هذه القدرة. قدرة تدعى بالمسارات العشرة، يمكنه أن يرى المستقبل المحتمل، يرى الكثير من السيناريوهات حول المستقبل المحتمل، ومن خلال ذلك علم بمصير بوروتو، وعلم أيضا بقدرة إيدا، وقرر مساعدة بوروتو وتعليمه كل التقنيات التي شافه يتقنها في المستقبل. ولكن الأمر المثير للاهتمام هو أن كاشينكوجي قال بصريح العبارة لبوروتو أنك ستموت على يد جورا قبل 3 سنوات أو عامين من الأحداث الحالية. يعني بوروتو علم قبل عامين أنه سيموت، ومن أجل تفادي ذلك الأمر إذا به كان يتدرب بأقوى طريقة ممكنة. حصل على الكثير من التقنيات، أصبح قويا بشكل كبير، ولكن رغم ذلك اقترب من الموت بشكل كبير في الأحداث الأخيرة. بينما غفل إذن لدقيقة واحدة وأقل من ذلك، إذا بجورا من مسافة بعيدة جدا تمكن من تصويب هجوم بيجوداما. كان ذلك الهجوم سريعا واخترق صدره، وكان ينزف الدماء من فمه، وتلك كانت أول إصابة تعرض لها بوروتو في الأحداث. جورا إذا كان معول أنه سيقتل بوروتو بذلك الهجوم، ولكن الصدفة لعبت دورها. لو تقول لي أنه أخفق لأنه لا يمكنه السيطرة على قوته، فقد أخطأت. هذا الرجل هاجم من تلك المسافة البعيدة، ورغم ذلك تمكن من إصابته، ويقول أي 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 لما تمكن من إصابة نقطته الحيوية، ولكنه كان على وشك إنهاء ذلك الهجوم. ورغم ذلك بينما كان يستعد لإنهائه، ظهر ماموشي الذي هو حليفه وتكلم معه، أوقفه في نفس تلك الفترة. لما أوقفه يا شباب، منع للمرة الثانية إذن موت بوروتو، حيث أخبره أن لبوروتو حليفا وأن ميتسو عرفت ذلك الأمر، وجورا استنتج أن ذلك الحليف هو أخطر من بوروتو. والسبب أن بوروتو ما عنده أي مصدر ليعرف كل تلك المعلومات عن شوكة الروح وعن الشينجو وعن نقطة ضعفهم. ولهذا السبب يريد جورا إذن أن يعمل مسيطة لذلك الحليف، والمسيطة تتمثل في ترك بوروتو يعيش ويقودهم لذلك الحليف. بعد ذلك سيتمكن من التخلص منهم هما الاثنان. والسبب الثاني الذي تركه يغادر ذلك المكان يا شباب هي شوكة الروح والتوغي داما الخاصة بهيداري، التي تعتبر جوهر الشينجو. فلو فسدت تلك التوغي داما فلن يعود هيداري أبدا. وبالنسبة لجورا فاصدقائه مهمين للغاية إذا كان يريد تحقيق مخططه الذي يريده. هيداري الذي يريد التخلص من إيتشيها ساردا يجب عليهم إعادته مهما كلف الثمن، وذلك الذي حصل في ذلك الفصل بالاستعانة بتوغي داما التي تمتلك إذن كل شاكرا ساسكي ومذكرات هيداري. تمكن من إعادة جسده وعاد إلى الفريق من جديد. إذن هكذا تم إنقاذ بوروتو من الموت
الموت. ولكن هناك كلمة قالها جورا وقلتها في البداية شباب، هو أنه من الممكن أن يكون ذلك تدخل أحد الحكام، ومن عدا أوتسوتسوكي شيباي يتدخل في هذا الأمر. الرجل الذي أتقن كل الشينجيتسو الموجود في العالم، أقصد بالشينجيتسو قدرات الحكام، أعلى مراحل التقنيات الموجودة في عالم ناروتو بورتو. من تلك التقنيات نستنتج أنه حصل على تقنيات مثل تقنية تغير الذاكرة، تسيطر على الأشخاص، تعكس الهجوم، فما بالك في تقنية تغير المصير أيضا، وهذه التقنية التي استعملها من أجل تفادي موت بوروتو. فأوتسوتسوكي شيباي يقوم بالحفاظ على حياة بوروتو لسبب وجيه. ولماذا تحديدا بوروتو؟ لماذا وضعت علاقة بين بوروتو إضافة إلى أوتسوتسوكي شيباي؟ السبب هو التشابه الكبير الموجود بينهما. لو نركز يا شباب، هناك كواكي بوروتو يعتبر أوتسوتسوكي من جهة ما. كواكي الذي يعتبر هو أوتسوتسوكي حصل على مورثات إيتشيكي، قرنه يشبه قرن إيتشيكي. ولكن من الجهة الأخرى بوروتو رغم أنه حصل على مورثات أوتسوتسوكي موموشكي، لكن قرنه أشبه بقرن شيباي أكثر بكثير من موموشكي. كما أنه ليس هذا هو التشابه الوحيد. التقنية الجديدة الخاصة ببوروتو وهي الراسينغان أوزوهيكو، التي تعتبر دوامات وتحيط أيضا ببوروتو، والتي تم التعريف عليها على أنها شينجيتسو من خلال ديمون في أول ظهور لهذه التقنية. فهي تشبه أول ظهور لأوتسوتسوكي شيباي لما تكلم حوله أمادو، الذي تكلم حول زعيم عشيرة الأوتسوتسوكي. ولهذا السبب يا شباب وضعت مقارنة بين الاثنين وتشابه كبير. ولكن هذه ليست النقطة الوحيدة. عين بوروتو التي ظهرت في الحلقة الأولى، لو تقول لي أن بوروتو حصل على عين فريدة من نوعها، صدمت جميع الأوتسوتسوكي بمجرد مورثات حصل عليها من خلال ناروتو هيناتا. فكذبت يا رجل، مش ممكن أن تقوم عين وراثية بإذهال أوتسوتسوكي، والذي هو أوراجكي الذي ظهر في الأنمي. وكل الأشخاص الذين رأوا تلك العين انصدموا لأنها تعتبر عين فريدة من نوعها. أيضا لما تكلم لأول مرة أوتسوتسوكي إيتشيكي حول زعيم عشيرة الأوتسوتسوكي في الفصل 55 من مانجا بوروتو، كان ذلك المجسم يا شباب يمتلك أعين جوغان. ولهذا السبب أريد أن أقول لكم أن تلك العين حصل عليها من خلال مورثات زعيم عشيرة الأوتسوتسوكي والذي هو شيباي، ولم يحصل عليها من خلال تونري ولا من خلال مورثات ولا هذا الكلام أبدا. لذا يمكن أن نرى إذن وجود علاقة بين الاثنين التي ستكتشف في المستقبل، لأنه أوتسوتسوكي شيباي أتى سابقا إلى كوكب الأرض، والدليل حول ذلك الأمر هي جثمانه يا شباب. لا نعلم من دمر ذلك الكوكب، ولكن أكيد لم يقم بتدميره لأن الكوكب لا يزال موجودا لحد الآن. ولكن المشكلة هنا يا شباب، كيف وجد أمادو تلك الجثمان؟ الاحتمال الوحيد لهذا الأمر يا شباب هو أن أمادو كان هو رفيق شيباي. هل من الممكن أنه حصل نفس السيناريو الذي حصل مع إيتشيكي إضافة إلى كاغويا؟ وكما نعلم أنه أتى ست أوتسوتسوكي إلى كوكب الأرض، وذلك الذي تأكد من خلال بعد الجيوبي الذي ذهب إليه ساسكي، أين ظهر كل من إيتشيكي وكاغويا إضافة إلى موموشكي، والذي أتى مع موموشكي والذي هو كينشيكي، وهناك وجهين مدمرين، وأتوقع أن واحد منهم لشيباي والآخر لأمادو. ولهذا السبب يا شباب حصل شيء ما، وأمادو فقد قدرته الخاصة بالأوتسوتسوكي وحاليا يريد استرجاع قوته الكاملة، ولا نعلم ما هي الطريقة. هذا هو التفسير المنطقي. فلو تقول لي أن رجل يمتلك كل تلك المعرفة وحول الأوتسوتسوكي يعتبر إنسان عادي، فأنت كذبت، لأنه ليس حتى شينوبي. كيف يمتلك تلك المعرفة حول الأوتسوتسوكي؟ وهناك احتمال ونظرية تتكلم وتقول أن أمادو يعتبر كوكب من المستقبل نظرا للتشابه الكبير بينهما. وتم إظهار السفر عبر الزمن في أنمي بوروتو، ولكن لا أزال متمسك في هذه الفكرة، وهو أن أوتسوتسوكي شيباي وأمادو هما أتى إلى كوكب الأرض ولهما علاقة كبيرة جدا بهذا الأمر، ورحلة السفر عبر الزمن ستكتشف في الأحداث القادمة. وإذا بهذا الأمر أريد أن أقول لكم أنه يعتبر شيباي
باي شخص رأى شيئا ما في بوروتو ومهتما بذلك الكوكب، ولديه مهمة ما أو سبب ما لترك بوروتو يعيش، ولهذا السبب حصل ذلك التدخل لإنقاذ حياته. وفي المرة القادمة سنرى قتالا بين كل من بوروتو إضافة إلى الشينجو، وهناك يجب أن نرى بوروتو ينتصر في هذه المعركة. أخبرني برأيك في التعليقات، إن لم تشترك فاشترك، لايك وتعليق، ونلتقي قريبا إن شاء الله.